أعلنت نتفليكس عن عودة موسم جديد من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل. في إعلان أعاد اهتمام جمهور العمل الذي حقق انتشاراً عالمياً واسعاً خلال مواسمه السابقة. وعززت نتفليكس حالة الترقب بعد نشر رسالة ترويجية جاء فيها: الثورة لم تنتهي بعد، عالم لا كاسا دي بابيل مستمر. وهو ما دفع جمهور المسلسل إلى التفاعل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بعودة عدد من الشخصيات الرئيسية أو تقديم أحداث جديدة مرتبطة بعالم العمل. ولم تكشف المنصة حتى الآن عن تفاصيل القصة أو موعد عرض الموسم الجديد، إلا أن الإعلان الرسمي فتح باب التوقعات حول طبيعة الأحداث المقبلة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل عالمياً منذ بداية عرضه. يعد لا كاسا دي بابيل المعروف عالمياً باسم ماني هايست واحداً من أبرز الأعمال الإسبانية التي حققت انتشاراً دولياً واسعاً بفضل حبكته المشوقة وشخصياته التي رسخت حضورها لدى الجمهور في مختلف أنحاء العالم. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من اللصوص يقودهم رجل غامض يعرف باسم البروفيسور، يضع خطة لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات السطو داخل دار صك العملة الإسبانية، قبل أن تتطور الأحداث لاحقاً إلى مواجهات أكثر تعقيداً مع الشرطة والأجهزة الأمنية. وحقق العمل حضوراً جماهيرياً كبيراً نتيجة المزج بين عناصر الإثارة والدراما الإنسانية عبر تقديم الخلفيات النفسية والتفاصيل الخاصة بكل شخصية، وهو ما ساهم في تحول أبطاله على رأسهم طوكيو وبرلين والبروفيسور إلى شخصيات تحظى بشعبية عالمية، من أبرز الرموز المرتبطة بالمسلسل منذ انطلاقه.